السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعجن مع بعض عجينة القطايف وهنقليها سوا. طبعا انتوا عارفين رمضان كل سنة وانتوا طيبين، بيحب الحاجة الحلوة. المقادير اللي موجودة معايا كوبايتين من الدقيق، ربع كوباية من النشا، معلقتين من السميد، معلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية عشان احنا طبعا في الشتاء، ربع معلقة من البيكنج باودر، ذرة ملح وميه للعجن، معلقتين من السكر، ودي ازازه من ازاز الكاتشب. انا بحتفظ بالازاز اللي زي دي، الحاجات اللي زي العجائن اللي زي اللي احنا بنعملها دي ما برميهاش يعني. هنجيب بقى الطبق اللي هنعجن فيه، هحط معلقتين كبار من السكر، عليهم شويه من الخميره، واحط بقيه الخميره والبيكنج باودر والملح على الدقيق. هنزل بالميه، كوبايه الميه اللي قدامي دي فتره، ما هياش لا سخنه ولا بارده، يعني احط صبعي فيها كده استحمله. هحط حبه من الميه على الخميره والسكر واركنها على جنب. هجيب بقى كل المواد الجافه، النشا والسميد، هقلبهم على الدقيق، وطبعا احنا حاطين البيكنج باودر والملح. هحط الدقيق على الخميره وهقلبها، وهنزل بشويه من الميه واقلبهم كويس عشان ما يحصلش اي تكتلات طبعا، وانزل ببقيه الدقيق واقلب برضو، وهنزل ببقيه الميه بنفس الطريقه دي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، مع التقليب طبعا عشان ما يحصلش تكتلات من الدقيق. بالشكل ده كل ما احس ان العجينه تقيله هحط لها ميه، هي كده انا حسيت انها لسه تقيله، رحت حاطه لها شويه من الميه كمان بالشكل ده لحد ما تاخد القوام اللي انت عايزاه. برضو كده هضيف لها كمان شويه من الميه لانها برضو كده لسه فيها تقل شويه، بحيث انها ما تبقاش سايله قوي، ما تبقاش ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت تكون فيها تقل خفيف. هنشوف القوام مع بعض بقى في الاخر بالشكل ده. هختبرها بقى بمعلقه، هعمل خط على المعلقه كده، لو سيبت يبقى هو كده مظبوط. هجيب مصفى واصفيها عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه اشيلها بالشكل ده كده. العجينه تبقى ناعمه ما فيهاش اي تخيز عشان تبقى مظبوطه معانا في الشكل كده. هنسيبها بقى على جنب ونغطيها، وهنسيبها على جنب حوالي 10 دقايق. انا كنت عملت الشربات، جبت 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عصرة نص ليمونه وفانيليا، ومعلقه من عسل الجلوكوز، ورفعتهم على النار لمدة 10 دقايق يغلي، واطفي عليه واسيبه يهدى. فسبت الشربات يبرد والعجينة تستريح شوية لحد ما اجي اعملها، حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، واجي اشتغل فيها كده. العجينة بعد ما استريحت هعبيها بقى في الازازة، ويكون معايا طاسة ما بيلزقش فيها حاجة، يعني طاسة غير لاصقة. هعبي الازازة كلها بالشكل ده، واغطيها كويس واحكم الغطا عليها علشان ما تفكش مني وانا بقلبها وانا بعمل القطايف. على النار بقى حاطين الطاسه سخناها كويس، وهخلينا النار متوسطه، على درجه حراره متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه. وعملنا القطايف بالشكل ده لحد ما اللمعه اللي على الوش دي تضيع والتخريم ده بيظهر، واللمعه اللي على الوش دي بتختفي، يبقى كده هي استوت يعني بالشكل ده كده. احطها بقى افرشها على فوطه، واروح مغطياها عليها عشان ما تنشفش مني، لازم اغطيها على طول وهي دافيه كده عشان ما تنشفش. هعمل كمان دور بالشكل ده لحد اللمعة ما تختفي خالص، يبقى انا كده استوى. اقلبها بقى واشوفها من تحت عامله ازاي بالشكل ده كده. حتى المسام بتاعتها ما هيش واسعه قوي، مظبوطه وطريه جدا وبتقفل كويس. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وان شاء الله تعملوها احسن من كده بكتير باذن الله. وبنعمل حاجه في بيتنا وضامنينها ونضيفه، وما نقفش بقى في الطابور بتاع القطايف والكنافه ده نهار بحاله عشان تجيبي نص كيلو قطايف ولا حاجه. كل الكميه هي اللي طلعت، دي كلها اللي طلعت معايا. بقى شويه من المكسرات
وشويه من الكريم شانتيه كانوا فاضلين عندي في التلاجة. هعمل شويه قراطيس وحبه تانيين هعملهم بالمكسرات واقفلهم عادي شكل القطايف العادي، واعمل قراطيس واحط فيها الكريمه. معايا هنا طاسه حطيت فيها شويه من الزيت، هقلي فيهم القطايف. هي القطايف دي قفلتها عادي. هعمل بقى شويه قراطيس واخلص الكميه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، مقفوله كويس وما فكتش. ودي الكميه كلها اهي بعد ما قفلتها. هقليها بقى واطلعها من الزيت بعد ما تتحمر وتاخد شكل كويس، احطها في قلب الشربات على طول. على ما اطلع الرصه التانية اكون طلعت اللي انا حطيتها في الشربات من الشربات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده بعد ما خلصتها وحطيت عليها الكريمه، حطيت شويه من الفرماسيل. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. واتمنى ان تكونوا بتستفادوا ولو بالقليل من اي فيديو بقدمه. والى اللقاء في فيديو جديد.